ترند متغمر شبهوها بأم ساجدة في تصرفاتها وكلامها وتلقائيتها، ومشيت على خطى أم عمر، ومن القعدة على الفرشة في السوق بتبيع خضار بقت بلوجر وموديل وبتظهر في التلفزيون وتعمل إعلانات ولابسة الدهب من ساسها لراسها. الستات بيغيروا منها وكلامها حكم وموزون. في الفيديو ده هقولك حكاية أم ربيعة ازاي اتشهرت بالسرعة دي وبقت بلوجر ومتابعينها بالملايين. هتروحوا شمال هتروحوا يمين، أم ربيعة بنت معلمين. سبحان الله، ربنا صارف لها حب من الجمهور الكل بيحسدها عليه. أم ربيعة اسمها الحقيقي أيام، من صغرها شقيانة وما كانش لها في السوشيال ميديا، بس كل أهل متغمر عارفينها لأنها بتقعد في السوق بتبيع خضار وفاكهة. ودي كانت نفس بدايات وظروف أم عمر اللي بدأت من فرشة الخضار في السوق وبقت بلوجر ومعاها ملايين دلوقتي. انتشرت لأم ربيعة فيديوهات كتير والكل بقى يقلدها ويعملوا فيديوهات على صوتها وتلقائيتها وعفويتها. دي كان لهم عامل كبير جدا في حب الناس ليها وفي شهرتها كمان. أم ربيعة ما كانش لها أكاونت على التيك توك خالص، ومن شهر بس عملت حساب وبقى يتابعها حوالي 140 ألف متابع، وأول فيديو نشرته الكل بقى يقول لها مبروك الموبايل الجديد يا أم ربيعة وعقبال الآيفون، وبنفسها ظهرت تطلب من الناس يتابعوها على حسابها. ده الفيديو اللي شهرها كان فيديو عملته في السوق وهي بتقول جملتها المشهورة ما تترسميش وتقولي محدش يقدر، اللي بعد كده بقى ترند واتشهرت بيه. ومن وقتها وهي بتقول في كل فيديوهاتها حكم وأمثال وكلام موزون. الكل بيدعمها في السوق والمعلمين الكبار بيظهروا كمان يعملوا لها دعاية علشان حسابها يكبر أكتر وأكتر، وقالوا إنها تستاهل كل خير وحنينة وطيبة وجدعة وبنت بلد. في الأول كانت بتظهر لوحدها، لكن واحدة واحدة مع شهرتها بقت تظهر معاها أختها اللي بتبيع سمك، وبعد كده ظهرت راكبة توك توك وبتقول السمك ما بقاش جايب همه. وكان بينهم خلافات لكن اتصالحوا وبقوا زي السمن على العسل وبيعملوا فيديوهات كتير سوا سواء في السوق أو في البيت. وقالت أنا وأختي اتفقنا مفيش حاجة تفرقنا. كمان بقت بتمثل سكتشات مع الشباب في حتتها وتعمل مشاهد تمثيلية وتنشرها على حسابها على التيك توك. أم ربيعة بدون أي سعي منها ولا جري ورا الترند خدت مكان في قلب الجمهور وبقت جزء لا يتجزأ من يومهم. بساطة إطلالتها وكلامها وكمان اللي في قلبها على لسانها، ودايما بتضحك وتهزر ومش شايلة هم حاجة، عايشة اليوم بيومه كده. علشان كده شبهوها في صوتها وطريقتها بأم ساجدة. بقت بتمشي أم ربيعة في الشارع ولا الفنانات الناس يتلموا حواليها ويتصوروا معاها، ده غير اللي بيروح لها السوق مخصوص ويتصور معاها كمان، ودايما تقول حب الناس أحسن من أي حاجة. فجأة أم ربيعة محدش عارفها خالص وشكلها اتغير 180 درجة، ولولا إن اتقال إنها أم ربيعة محدش كان صدق. عملت نيولوك وميك اب غير ملامحها خالص ولبست سواريه وقلبت الدنيا بإطلالتها دي، غير الذهب اللي لبسته من ساسها لراسها، وبقت تعمل إعلانات وتبقى موديل للميك اب ارتست في متغمر. أصحاب البراندات بيروحوا لحد عندها ويدوها منتجاتهم وهي مكانها تعمل لهم الإعلانات. أم ربيعة باين إنها تعبت كتير في حياتها وربنا عوضها بحب الناس، وقالت مفيش حاجة بتمناها من ربنا إلا وبيحققها لي. الكل متوقع نقلة كبيرة لأم ربيعة ويتمنوا لها إنها تتشهر أكتر وأكتر لأنها تستاهل ده. انتوا بقى رأيكم إيه في أم ربيعة ومحتواها؟